فيديو النهاردة تقليدي شوية، بس أكيد هتستفادوا منه، لأن فيه تريكات جديدة ممكن لأول مرة تعرفيها بالنسبة للبنات الجديدة في المطبخ. هنعمل مع بعض الفراخ البيضة في شوربة. طبعا الأغلبية بيعملوها صواني ومشويات، لأنهم مش بيحبوا شوربة الفراخ البيضة ويقولوا البلدي يوكل، يعني شوربة الفراخ البلدي لا يعلى عليها. طب لو مفيش بلدي مش هنشرب شوربة؟ لا طبعا. خليكي معايا لآخر الفيديو وانت تعرفي المكون السري اللي بيخلي الشوربة فوق الخيال، مع طريقتي المفضلة لطبخ الفراخ عموما سواء بلدي أو بيضة. ولو أول مرة بتدخلي قناتي، أنا سمر الدسوقي، قناة اسمها نوتيلا موتزاريلا. يلا بينا أقولك على المقادير وأعرفك طريقة التحضير. معايا هنا حلة على النار، سخنتها كويس جدا وحطيت شوية زيت كده ومعلقة سمنة بلدي، ودي اختياري، مش بتحب السمنة خلاص ما تحطهاش. تمام كده. حط 3 ورقات لوري، وده حبهان، قصدي مستكة. ومعايا هنا فرخة مقطعاها 5 قطع، الوركين والصدر مقطعاه 3. طبعا غسلتها ونقعتها وحطيت عليها ملح وخل وليمون وسكر عشان يطر الأنسجة بتاعتها. نقعتها طبعا في الخلطة دي لمدة ساعة، بحيث ان الدم اللي فيها ينزل وتبقى ريحتها حلوة جدا. تمام كده. هحط طبعا على الجنب اللي فيه الجلد، ولازم يا جماعة يكون الحلة اللي بتطبخوا فيها تكون سخنة جدا. تمام كده. هبدأ بقى اتبلها برشة فلفل اسود بسيطة كده، واسيبها لحد ما تاخد لون من الجنب اللي تحت. وحطيت رشة ملح برضو، وطبعا ما نغطيش عليها. هنا اخدت معايا لون اهي، هبدأ اقلبها. هقلبها على الجنب التاني، واسيبها برضو لحد ما تاخد لون. لازم اخلي قطعة الفراخ او الورك او الصدر قدامي يكون ملامس للحلة علشان يتشوح كويس جدا، لازم ياخد لون ويتشوح كويس جدا. الخطوة دي مهمة جدا. تمام كده. هسيبها برضو لحد ما تاخد صدمة معايا من الناحية دي. ومعايا هنا في الكبة عملت بصلة كبيرة وحطيت عليها جزرة، وحطيت عليها 3 فصوص توم. تمام كده. فرمتهم وهضيفهم عليها بالشكل ده. هحاول بقى انزلهم كده تحت عشان الريحة بتاعتهم تطلع. في الوقت ده بقى هتشمي احلى ريحة للفراخ في الوقت ده. معايا هنا قرفة خشب وحبهان مطحون. تمام كده. وده اول مكون سري ليها، هو ده المكون يا جماعة اللي انا بقولكوا عليه. آه، مكعب من المرقة ده بصراحة بيودي الشوربة دي في حتة تانية خالص. تاني حاجة هنحط المية دي مغلية، لازم المية تكون مغلية. في ناس بيحطوا المية باردة عادي من الحنفية، لا طبعا، المية السخنة بتفرق كتير 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 في موضوع الأكل ده. هسيبها بقى تغلي وتستوى، واغطي عليها بالشكل ده. هي خدت كل البهارات وكل حاجة، وهحطها على نار هادية تستوي براحتها. معايا هنا بصلة متوسطة كده مفرومة، حطيت عليها طماطمية، وهحط عليها كوباية صغيرة كده مية، وهضربها كويس جدا في الكبة الاتنين مع بعض كده، مش هصفي الطماطم طبعا. وهعمل بقى شوية ملوخية بشوربة الفراخ.
معايا هنا حلة على النار برضو سخنة، هنزل فيها، استنى الزيت يسخن شوية وانزل فيها ايه البصل والطماطم اللي انا ضربتهم في الكبة. تمام كده، هديله رشة ملح ورشة فلفل اسود بسيطة كده، ربع معلقة، وهقلبهم واسيبهم لحد ما يتسبكوا معايا، ونرجع لهم نشوف هنعمل ايه. هحضر هنا ايه بقى الصوص اللي هدهن بيه الفراخ. معايا هنا معلقة صلصة كبيرة او معجون طماطم، مش تسبيكة، معجون طماطم، ورشت عليها فلفل اسود حوالي ربع معلقة، رشة ملح، 7 بهارات، يعني حوالي ربع معلقة من كل حاجة انا قلتها. وهحط هنا معلقة صغيرة عسل، عسل ابيض، عسل اسمر، عادي مفيش مشكلة، اللي موجود عندك استخدميه. وهحط معلقتين صويا صوص، هحط معلقة كده او حوالي معلقة، وهقلب. لو لقيتها تقيلة لسه هحط كمان معلقة. الصويا صوص طبعا في المشويات جبارة، يعني بتخلي لون الفراخ جميل جدا. وهحط حوالي معلقة كبيرة ايه سمنة، سمنة بلدي بقى، سمنة عادية اللي موجودة عندك يعني حطيه. هقلب كل الخلطة دي مع بعضها كده، هقلبها كويس جدا لحد ما الملح يحس ان هو داب معايا. وطبعا في الوقت ده كانت الفراخ اتسلقت او استوت. طلعتها في صينية فرن عشان احنا هندهنها وندخلها تحت الشواية تتحمر. هدهنها بقى بالشكل ده، هخلي الجنب اللي فيه جلد لتحت، بحيث ان انا لما احمرها من الجنب ده ارجع اقلبها ويبقى الجلد ناحية فوق بقى، خلاص ما عدتش اقلبها. هحمرها، هدهنها الدهنة دي، وبعد كده ادخلها تحت الشواية تتحمر، وارجع اقلبها وادهنها من الناحية التانية، وهتشوفوها معايا في اخر الفيديو. تمام كده. هنا كانت التسبيكة استبكت معايا، هضيف لها بقى الشوربة، طبعا الكمية اللي انت عاوزاها عادي. وهسيب الشوربة لما تغلي الاول. غلت معايا كده، هبدأ بقى اضيف الملوخية. هحط الملوخية بقى على حسب ايه السمك بتاع الملوخية اللي انا بحبه او بفضله. انا بحب طبعا الملوخية تقيلة، مبحبهاش خفيفة. والاكل اذواق يا جماعة، يعني كل واحد بيعمل الاكل ده على حسب يعني هو بيحب ايه. هحط شوية بشوية كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. اقلب بسرعة كده بالويسك اللي في ايدي ده. تمام كده. وهحط لها مرقة خضار. طبعا المرقة اللي انا حطيتها في الفراخ مرقة دجاج. معايا هنا معلقة توم كبيرة كده مفرومة. حطيت شوية زيت وهعمل بقى التومة للملوخية. هحط كده ايه ربع معلقة كمون وربع معلقة كزبرة ناشفة. الكمون والكزبرة بيخلي ريحة التوم رهيبة.
طبعا دي التركة التانية او التالتة، يعني مش عارفة انتوا بتحسبوها بقى ولا لا. المهم ده بيخلي ريحة التومة حلوة جدا، وبيخلي الملوخية طبعا بيضيف لها طعم جميل. الطريقة ده حلوة جدا يا جماعة للملوخية. في ناس بتعمل لها التومة مرتين، يعني بدل البصل اللي انا عملته في الاول بتحط لها توم وطماطم، وترجع تاني تحط لها التومة اللي انا بحطها دي. بس دي الطريقة المفضلة بتاعتي. هنا حطيت عليها التومة كده، طشيتها طبعا، وهقلب بالشكل ده، وهحطها على اسيبها تغلي بس يعني تبقبق معايا كده، واقوم شايلها. كله كان استوى معايا وقدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت معاه رز بشعرية، وكانت الفراخ اتحمرت. ودي بقى الشوربة. شايفين الجمال؟ شايفين النقاء والصفاء بتاع الشوربة؟ بتهيألي مفيش بقى احلى من كده. والطعم حكاية، طعم الشوربة بصراحة حكاية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا رب تكون قدرت افيدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.